السلام عليكم، معكم الصابر من فيتنس بالدارج في واحد الحلقه جديده وثاني ومازال مكملين في هذه السلسله ديال المفيد في علم التغذيه. المهم رجعنا في الحلقه رقم 8 في هذه السلسله هذه واللي غادي تكون تفصيل ديال البروتينات. كما شفنا في الحلقه اللي فاتت فكانت على الكربوهيدرات بصفه مخصصه، هذه الحلقه هذه فهي على بروتينات. البروتينات عندهم دور كبير في الجسم ديالنا، بل نقدر نقول لكم بان عندهم اهم دور، حيت البروتينات هما بحال قلتي الحجر الاساس باش كيتبناو جميع الخلايا. وكنقول لكم جميع الخلايا، اي حاجه عندك في الجسم ديالك الا بسطتها تلقاو فيها واحد العيبات اللي كيكونوا في البروتينات. دونك البروتينات فهمت. فهاد البروتينات هادو هما الركائز الاساسيه ديال الخلايا، الاعضاء، العضلات وحتى العظومه والجلده، الشعر. المهم راه كل شيء في الجسم عندنا كيتصاوب من البروتينات. فكمثال الكولاجين هو واحد البروتين هيكلي اللي كيعطي القوه والليونه للانسجه الضامه بحال الجلده، بحال الاعصاب والكراوس اللي عندنا في الجسم ديالنا. اما الدور الثاني فهو الانزيمات. فجميع الانزيمات اللي عندنا في الجسم ديالنا فهما عباره عن بروتينات، وهاد الانزيمات في الدور ديالهم مهم بزاف في الجسم ديالنا، فهما اللي كيقوموا بجميع ونقدر نقول لكم باغلب التفاعلات الكيميائيه اللي كيطراو في الجسم ديالنا. فمثلا الهضم فهو تفاعل النسخ ديال الADN، اي ان الحمض النووي ملي كيتكوبيا فهو تفاعل، والتنفس الخلوي اي كيفاش كننتجوا داك الاطيب اللي كنا هضرنا عليه وديك الطاقه باش كيخدم الجسم ديالنا. اما الدور الثالث فهو نقل وتخزين ديال الجزيئات وسط الجسم. فشي بروتينات ضروريين باش نقلوا الجزيئات، بحال مثلا البروتين اللي سميتو الهيموغلوبين اللي في الكريات الحمراء، الهيموغلوبين اللي كينقلوا لنا الاكسجين من الرئه لجميع الخلايا اللي في الجسم. فمثلا الفيريتين اللي هو بروتين تا هو كيصلح لتخزين الحديد وسط الجسم. اما الحاجه الرابعه فهي الهرمونات، واللي مازال غادي نهضروا عليها بالتفصيل في الجزء الثاني ديال هذا الفيديو هذا. ولكن بصفه عامه فبزاف ديال الهرمونات هما عباره عن بروتينات. فعندنا مثلا الانسولين، عندنا الجروث هرمون اللي هو هرمون النمو. بعدا باش نشرح لكم الهرمونات، هي واحد المرسولات كيميائيه اللي كيوصلوا الرسائل وسط الجسم باش يكون التنظيم والتنسيق بين جميع الوظائف الفيزيولوجيه. احنا عاوتاني جبدنا الوظائف الفيزيولوجيه، فهم مسؤولين على النمو، على التكاثر، على الاستجابه للتوتر وعلى الميتابوليزم. اما خامس دور ديال البروتينات فهو الوظائف المناعيه. فمضادات الجسم اللي عندنا هي نوع من البروتينات، وهي جزء مهم من الجهاز المناعي ديالنا. فهاد الانتاي بوديز ولا مضادات الاجسمه اللي كينتجوا من الكريات البيضاء فكيعاونوا الجسم انه يحارب اي انتيجين، اي لعيبه داخله من برا الجسم واللي كيديروا لنا شي عدوى. وهاد البروتينات كيلعبوا واحد الدور مهم في التواصل ما بين الجهاز المناعي وما بين باقي الاعضاء. وهذا الشيء اللي غيدينا للسادس دور مهم ديال البروتينات في الجسم ديالنا، واللي هو التواصل في الجسم. فمعظم الخلايا تحتاجوا البروتينات باش يتواصلوا بيناتهم، وبالتالي يقدروا ينظموا وينسقوا العمليات اللي كيطراو في الجسم ديالنا. اما اخر دور كيلعبوا البروتينات في الجسم ديالنا فهما تعتبروا مصدر طاقه. واخا الكربوهيدرات والدهون هما المصادر المفضله للطاقه في الجسم ديالنا، ولكن الجسم ديالنا كيقدر انه يستعمل البروتينات في حالات اذا ما لقاش كارب ولا ما لقاش دهون، فممكن انه يستعمل البروتينات كمصدر طاقه. فالجسم ديالنا كيشد البروتينات وكيرجعهم احماض امينيه، ومن دوك الاحماض الامينيه كيرجعهم جلوكوز ولا كيتونات على حسب شنو غيحتاج. ومن غير هاد الادوار فالبروتينات عندهم علاقه وطيده بالهرمونات كما قلنا قبيله. راه واحد شويه وغادي نهضروا عليهم. ايوا ها هو هاد شويه جا الجزء الثاني دابا في هذا الفيديو فين غادي نشوفوا العلاقه ما بين البروتينات والهرمونات، اولا كيفاش البروتينات كيأثروا على الهرمونات. اول حاجه خصنا نعرفوها فالهرمونات فهم براسهم بروتينات، وتا دوك اللي ماشي بروتينات فهما مشتقين من البروتينات، اي ان الجسم ديالك ضروري تحتاج بروتينات باش انه ينتج ولا يصنع هادوك الهرمونات الاخرين. الحاجه الثانيه في العلاقه ما بين البروتينات والهرمونات هو ان الجسم ديالك تحتاج البروتينات باش انه ينقل الهرمونات كما قلنا قبيله. فالبروتينات ناقلات وكينقلوا الهرمونات وكيحميوهم من انهم يتضرروا وسط الجسم. دونك فهمتي بحال قلتي الباك، فالهرمون تدخل وسط هذا هرمون، هذا بروتين كيدخل هنا وكيديه للسي صابر الاخر، تيقول له هاك اوصلك واحد الحاجه. السي صابر الاخر كيحيد الهرمون من البروتين كيضرب عليكم الهرمون. والحاجه الثالثه فان هذوك الهرمونات باش انهم يقدروا يتاكتيفوا ويخدموا في الجسم فتيخصهم يلصقوا في واحد المستقبلات،
ايوا دوك المستقبلات فهما بروتينات. اما الحاجه الرابعه فقبيله قلنا بان الانزيمات هي عباره عن بروتينات، ولكن بعض الهرمونات باش انهم يتحولوا الانزيمات ويقدروا يديروا الدور ديالهم في الجسم ديالهم فخصهم بروتينات. وخير مثال هو التي 3 اللي هو واحد الهرمون اللي تتفرزوا الغده الدرقيه اي الثيرويد، واللي كيخصو بروتينات باش انه يتحول للتيكات اي الاكتيف فورم ديالو، اي ان داك التي 3 في الجسم ديالك ما يقدرش يخدم الا ما كانش التيكات، وباش يتحول التي 3 للتيكات يحتاج بروتينات. دونك بدون بروتين حتى حاجه ما غتخدم. اما خامس نقطه في الدور ديال البروتينات والهرمونات فهو ان البروتينات فضروريين لذاك الفيدباك، اي ان رد الفعل اللي تخلي الجسم ديالك انه يفرز الهرمون، حيت كاين الهرمونات اللي كتلعب دور انها تقول للجسم ديالك يزيد يفرز ولا يحبس هرمون واحد اخر، وباش يوصل داك الميساج بيناتهم فالجسم تيحتاج بروتينات، داك الشيء باش يقدر الجسم يبقى شاد التوازن الداخلي ديالو صافي. واخيرا في الدور ديال البروتينات هو هدم الهرمونات كذلك. كاينين واحد الانزيمات اللي سميتهم بروتياز اللي كيشدوا الهرمونات وتيقسموهم جزيئات صغيره باش يقدر الجسم ديالك يتخلص منهم، وهذا الشيء ضروري باش الجسم ديالك يتفادى التراكم ديال الهرمونات. وتخيلوا معايا ان هذا الشيء كامل اللي قلتو راه مازال غير باختصار على البروتينات وعلى الدور والاهميه ديال البروتينات. وعلى هذا الشيء كنقول ديما بان البروتينات فعندهم واحد الدور مهم واساسي في الجسم ديالنا، ماشي غير لكنا كنتريني ولا شي حاجه، وراه غير باش تبقى حي راه البروتين هو اهم حاجه تقريبا عندك في الجسم ديالك من بعد الماء. المهم البروتين فهو واحد الحاجه اللي مهمه راه نعيا شي دابا هادشي اللي قلت لكم راه غير لخصت لكم باش تفهموا غير شويه الدور ديالو. دونك بدون بروتين راه حتى كائن حي ما غيقدر يخدم. والمهم هادشي كامل اللي قلتو راه غير باختصار، راه غير باش تفهموا ان الجسم ديالك راه محتاج البروتين، ماشي غير لك انت كتريني. فاش انت كنتي كتريني فتقريبا البروتينات اللي كتاكل راه غير 10% ديالهم اللي كيمشيو للبناء وهدم العضلات وداك الشيء، فراه الاغلبيه ديال البروتينات ديالك تيحتاجهم الجسم باش يدير هذوك الوظائف الفيزيولوجيه ديالو باش يبقى عايش. ما كاينش شي كائن حي يمكن له يعيش بلا بروتين. داكشي علاش شحال من مره كنسمع شي واحد تيقول لي انا طبيعي مثلا ناكلش بروتينات، الخبز فيه بروتين، الخس فيه البروتين، مطيشه فيها البروتين، راه ما تبقاوش تحمقوا، راه بطاطا فيها البروتين. دونك ما كاينش طبيعي ما ناكلش بروتين، راه كيف لا يعقل. المهم الا كنت قلت لكم هذا الشيء كامل غير باش نفهموا انه ضروري ومؤكد اننا ندخلوا واحد الكميه كافيه ديال البروتينات للجسم ديالنا من مصادر مختلفه، سواء تكون لحوم، اسماك، حليب والمشتقات ديالو، حتى المصادر النباتيه. ما عليناش نعاودوا نرجعوا. قلت لكم فتا المصادر النباتيه بحال الحبوب والقطاني، بلاتي نشوف هادشي واش تيسجل فتا المصادر النباتيه بحال الحبوب والقطاني المكسرات وداك الشيء. المهم غير باش نفتح واحد القوس، كنت درت واحد البوست وقلت بان الخبز فراه فيه بروتين وداك الشيء، وبان ممكن بنادم انه يستمد البروتينات من الخبز حتى هو. بنادم شنو فهم صحابوش انني قلت لكم انكم تاكلوا غير الخبز بوحدو، لا، فالبروتينات النباتيه كيعاونوك انك تطلع النيفو ولا النسبه ديال البروتينات في الجسم ديالك فقط. فاذا كنتي كتاكل بروتين نباتي فالجسم ديالك غيستغل هذوك الاحماض الامينيه اللي كاينين في البروتينات النباتيه باش يقدر يكبر الكميه ديال البروتين. حتى بالنسبه للناس اللي ما تياكلوش كاع المصادر الحيوانيه فلا خلطتي ما بين المصادر ديال البروتين فغتقدر تصاوب بروتين متكامل كما فايت قلتها في شحال من مره. ممكن مثلا غير الخبز لازتي ليه غير بيضه فراه فيها احماض امينيه كامله، وبالتالي غيولي عندك واحد البروفيل كومبلي. وما كاين واحد الفرق صغير فايت هضرت عليه شحال من مره، وفايت كاين واحد السكور، كاين بزاف ديال الحوايج، ولكن بنادم ما يمرضش راسو بالتفاصيل الدقيقه. الا كنتي كتاكل ماكله مختلفه ومتنوعه فراه ما كيهمش. واحسن حاجه باش نقدروا نزيدوا النيفو ديال البروتين، حيت عارفين بان البروتينات الحيوانيه فهي غاليه ودابا الوقت غدا وكتقصاح، فلا باس انني ملي نكون غادي نختار المصادر ديال الدهون والمصادر ديال الكارب نختار المصادر اللي فيهم شويه بروتين طالع باش نقدر انني نزيد النسبه ديال البروتين في الجسم ديالي ولا في النظام الغذائي ديالي في النهار فقط. فراه خصني غير نكون مطور وصافي، راه ماشي تنقول لك لا كل غير الخبز، لا. فمثلا بلاصه ما غناكل 100 غرام ديال الصدر ديال الدجاج والرز غناكل 100 غرام ديال الصدر ديال الدجاج والخبز، حيت الخبز غادي يعطيني بروتين اكبر من الرز فقط. هذه الحاجه الوحيده اللي كنعني بها. ومثلا الا كنت باغي ناكل القطاني، كليت القطاني والخبز فكتشكل لي واحد البروفيل متكامل في العدس والخبز، فراه غيعطيك بروتين متكامل واخا بجوج مصادر نباتيه. الا جمعتي هاد لي بروفيل بجوج كيعطيوك جميع الاحماض الامينيه، حيت الجسم ديالك ملي كيشد البروتين وكيهضمو فكما كنت شرحت كيردم احماض امينيه، فراه ما كيعرفش واش هاد البروتين جا من الحليب، واش هاد البروتين جا من
من الخبز تيوليو احماض امينيه، الجسم ديالك تيتخلط فيه كلشي حب وتبن، ما تيبقاش عارف لا هذه جات من هنا ولا يعقل يقول لك هذا الحمض اميني جاني من الدجاج، هذا الحمض اميني جاني من المايس. نزيدكم واحد الحاجه، فالبروتينات النباتيه ماشي ما فيهمش شي احماض امينيه، فيهم ولكن بنسبه قليله. دونك هذه النقطه حتى بالنسبه للمكملات بنادم اللي تيقول لك لاوي راه واحد البروتين مشتق من الحليب، وملي غيهضم الجسم ديالك فعندك صحاب كان ضربتي لاوي غادي تكبر بطريقه فيها العجب ولا شي، راه ماشي دوباج، واصلا الدوباج فهو جوست هرمونات. دونك غير باش نفهموا، فالجسم ديالك ملي كيهضم اي مصدر البروتين ما تيبقاش عاقل من جا، كيولي احماض امينيه وكيبقاو عند الجسم ديالكم. ملي كيحتاج هو يصاوب شي بروتين محتاجو كيمشي كيقول مثلا انا محتاج هاد الكره، انا محتاج هاد الكره، انا محتاج هاد الكره، محتاج هاد الكره، فط كواري. هادشي اللي كاين. ونفس الحاجه بالنسبه للكربوهيدرات كما قلت في الحلقه اللي فات، فالجسم ديالك غادي يهضم بنانه ولا غادي يهضم قطعه ديال السكر ولا غادي يهضم الخبز ولا غادي يهضم شنو ما هضم، ففي الاخر كيولي عنده جلوكوز. طبيعه الحال تنهضر انا على هذاك، فالبنانه مثلا غادي يجيب منها الياف كثر، غادي يجيب منها فيتامينات، غادي يجيب منها شويه الاملاح المعدنيه، ولكن الجلوكوز راه هو نفسه جسمك لداخل راه ما عادش واش جبتي من السكاره من طوبه ديال السكر ولا من هذه، راه خصك غير باش تفهم. ماشي بنادم ملايين السنين هو عايش باش تجي انت تقول لي لا راه السكر غيقتلني هو يقتلك الا كثرتي منه بطبيعه الحال ولكن انت لما الا كثرتي منه راه غيقتلك بطبيعه الحال. راه اي حاجه كثرتي منها غادي تقتلك بطبيعه الحال. ما علينا، نرجعوا دابا نسدوا هذا القوس ديالنا ونرجعوا من الهضره. المهم الاحتياجات ديال كل واحد من البروتين فهي تختلف حسب السن، الجنس، الوزن، الطول، النوع، مده النشاط اليومي، وتجي امراض كتحتم علينا شي مره اننا ننقصوا ولا نزيدوا النسبه ديال البروتين اللي كناكلوا. المهم من هذا الشيء كامل تنتمنى انكم تكونوا فهمتوا شويه ويكون ولات عندكم واحد النوسيون ولا واحد بنادم عاد تيجي يعيط لي النهار كامل وانا جالس بالمعد دابا تيجي تيصوني. المهم تكون ولات الفكره اوضح زعما على الاهميه ديال البروتين في الجسم ديالنا. راه كان معكم صابر من فيتنس بالدارجه وغنبقى معكم ديما بالدارجه. تهلاو.